كلنا سنسأل بين يدي الله يوم القيامة. أتدرون ما أزمتنا؟ أزمتنا ليس كما يظن البعض أزمة مال، ولا أزمة اقتصاد، ولا أزمة سياسة، ولكن الأزمة التي تحياها الأمة أزمة أخلاق. مسلم يقف بجوار مسلم في الصلاة ولا يكلمه، أخ يعيش مع أخاه في بيت واحد ولا يكلمه، جار بجوار جاره ولا يكلمه. الزوجة الآن في البيت يرتفع صوتها على زوجها، الأبناء الآن ترتفع أصواتهم على آبائهم، والسبب في ذلك أن الحياة كلها أصبحت كذب في كذب. تخيل الرجل يكذب على زوجته، والزوجة تكذب على زوجها، الأخ يكذب على أخاه، والأخت تكذب على أختها، الأب يكذب على أبنائه، والأبناء يكذبون على آبائهم. فورب الكعبة أزمتنا ليست أزمة مال كما يظن البعض، وليس ارتفاعا للأسعار ولا غلاء للدولار. أتدرون لما؟ لأنني على يقين مطلق أن الجميع مرزوق بيد الله الواحد القهار. رازقك في الظلمات من؟ الذي رزقك في ظلمة البطن من؟ والذي رزقك في ظلمة المشيمة من؟ رازقك في ظلمة الرحم من؟ من الذي رزقك وأنت طفل صغير لا لك سن تقطع ولا قدم تسعى ولا يد تبطش؟ الأمة الآن بعدما تركت رب الأمة أصابها ما أصابها. تعلق بربك يوما من الأيام وسل نفسك: من الذي وقف على بابه فطرده؟ من الذي استعان به فما أعانه؟ من الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء عمن ناداه؟ إنه الله، ولكن الأمة لم تقدر الله حق قدره. يا سادة، نوح دعا ربه ب3 كلمات: أني مغلوب فانتصر. داود امتلك الدنيا ب2 كلمتين: هب لي